السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. الحمد لله عودة بعد فترة طويلة جدا، بس إن شاء الله مكمل معاكم. هنعمل أكتر من سلسلة، هنتكلم كلام في غاية الأهمية عن الكلية والثانوية العامة، برضه هنتكلم في كل حاجة يعني كل التخصصات إن شاء الله. هنعمل بس حاجة إضافية مهمة جدا، وهي سلسلة إزاي ما نضيعش وقتنا أو إزاي نستغل الوقت بأفضل طريقة ممكنة. طبعا إحنا دلوقتي مثلا في فترة الكلية دي أحلى فترة في حياتك، الأربع سنين أو 5 سنين دول بصراحة أحلى وأمتع فترة في حياتك. هتقول لي يا عم حرام عليك، ده احنا امتحانات وكويزات ومش عارف ايه، ده احنا مش ملاحقين والله. اقول لك على حاجه بس، الفترة دي لو انت عرفت تعمل حاجة جنب الدراسة والله العظيم هتلاقي نفسك في حتة تانية. يعني ايه؟ طب برضه انا عايز افهم، مش فاهم لسه. بصوا يا شباب، في حاجة على الموبايل اسمها الرفاهية الرقمية. ايه الحاجة دي؟ بتلاقيها في الضبط، اعدادات، افتحها كده هتلاقي مكتوب فيها كام ساعة على الفيسبوك، كام ساعة حضرتها على الفيسبوك، كام ساعة على يوتيوب، كام ساعة تصفح. هتلاقي اليوم كله مثلا امبارح مثلا انا قعدت 10 ساعات على التليفون، في ايه بقى؟ 5 مش عارف فيسبوك، 2 يوتيوب، 2 مش عارف واتس. هتلاقي اليوم كله طالع لك في البرنامج ده. طب انت عايز يعني برضو مش فاهم عايز توصل لايه؟ الفكره هنا ان انت بتضيع وقت كبير جدا. انا هقعد بس ربع ساعه على الفيسبوك تلاقي نفسك وصلت ساعتين 3، فاللي هو الموضوع بصراحه ممل ومش حلو. يعني فتره حلوه جدا ليه نضيعها على الهزار والسوشيال ميديا؟ واصلا يعني والله السوشيال ميديا دي حاجه وحشه جدا بصراحه، يعني ده هو ضغط نفسي وكلام ناس ميته وناس مريضه مش تستريح. حاول توفر وقت لحاجه مفيده جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا مثلا يا شباب تعلم لغات. انا دلوقتي عندي 20 سنه، 19 سنه، 18 سنه، ايا كان سنك في الرينج ده حلو جدا. اتعلم لغه، اتعلم حاجه هتنفعك قدام. اتعلم مثلا اقرا كتب. طبعا بصراحه انا نفسي والله، بس ما عملتش. يعني انا نفسي اقرا كتب، ما قراتش كتب. نفسي اتعلم لغه، ما صراحه بس ما فيش اي خطوه خالص. نفسي ادخل كورس واخد مثلا شهاده منه. في عندك مثلا حاجه اسمها اسعافات اوليه، حاجه اسمها مش عارف، هتلاقي في اكتر من موقع معتمد للحاجات دي. في ناس مثلا السنه اللي فاتت يقول لك انا خلصت، خدت 10 شهادات، 20 شهاده، ما شاء الله، انجزوا حاجه. انت عملت ايه بقى؟ سؤال. طبعا كان في ظروف صعبه وكورونا ومشاكل و اوكي، بس في حته كده حلوه جدا. اسحاق نيوتن كان في فتره وباء، برضه كان طاعون تقريبا، حاجه زي كده يعني. كان في فتره وباء صعبه جدا في البلاد ساعتها. عمل ايه؟ اخذ شهرين بعيد عن المدارس. عمل فيهم ايه؟ اكتشف قانون الجاذبيه. اكتشف قانون الجاذبيه اللي هو يعتبر محور في الفيزياء، حاجه كده للتاريخ. يعني في شهرين قاعد فيهم فاضي انجز حاجه. انت انجزت ايه؟ ده انا متراكم عليا لا اله الا الله، متراكم عليا منهج كله، ما قلتش حاجه. انت حاول تمشي، يعني الوقت اللي بتضيعه على الفيسبوك واليوتيوب كده خد نصه بس لحاجه مفيده. اعمل حاجه مفيده تنفعك، اقرا كتاب. طب دلوقتي بقى يجي سؤال مهم جدا. انا برضو اوكي معاك قشطه، انا كده حلو جدا، بس هعمل ايه بقى؟ خلاص انت سيب لي الموضوع ده، انا بقى هنزل لك كده قائمه كورسات محترمه، قائمه حاجات تتعلم لغات، كل ده والله كل ده موجود، كل حاجه موجوده والله. بس انت ابدا، لو انت عندك شويه طاقه تبدا فيهم هتنجز احلى شغل والله العظيم. يعني فتره حلوه، فتره الكليه هي احلى فتره في حياتك. احلى 4 سنين او 5 سنين فاتت صراحه هيفرقوا معاك جدا. طيب بالنسبه لطلبه كليه الطب، اسنان، علوم، صيدله، الحاجات اللي فيها مذاكره كتير جدا دي، حاول برضو تستغل الفتره دي. يعني بلاش كله ضغط مذاكره، او بلاش كله دول على الفيسبوك. حاول تنظم وقتك، حاول تخلي في جزء للراحه، جزء مذاكره، جزء تعلم حاجه جديده. مش هطول عليكم النهارده، بس انا عايز اتكلم معاك كده كلمتين بسرعه بس، اللي هو يعني ان شاء الله احنا مكملين مع بعض باذن الله. هتابع مع ثانويه عامه برضه، وهتابع معاك انت في الكليه. هناخد كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله، كل التخصصات هنتكلم فيها باذن الله تعالى. يعني مش عايز بس اي خوف، ان شاء الله اللي جاي كويس جدا. هنبدا نشتغل يعني يمكن من بكره على طول بقى، مش عايزين بقى كسل. انا مثلا هقول لك انت حابب تتعلم ايه، انا حابب اتعلم كذا، خلاص هبعت لك كل ما له علاقه بالجزء ده، وتكمل تنظم مع نفسك بقى كل يوم جزء صغير كده بالتدريج. لما تخلص يعني مثلا انا خلصت فتعلمت، فبقيت في المستوى الرابع في اللغه. على سبيل المثال الالماني، انا مثلا بحب اللغه الالمانيه جدا، فانا بتعلم خلاص وصلت لمرحله مثلا ثانيه، يبقى لي حق ان انا اسافر، اللي هو معايا لغه. خلاص ممكن تتعلم بره، ممكن تكمل بره، ممكن في حاجات حلوه جدا ليك. انا مثلا لا، انا حابب اتعلم اي حاجه ثانيه، اتعلم هوايه معينه، اتعلم ايا كان، لازم تتعلم حاجه، بلاش توقف. والله العلم فعلا حاجه يعني حاجه عظيمه جدا. بس المشكله ان احنا هنا في مصر الموضوع مش لطيف، وبرده مش سهل ومش محبوب. يعني اللي هو ايه، تحس ان اللي فيه لخبطه في النظام، لخبطه في التعليم. اوكي انا عارف كل الكلام ده، انت معناه ابني نفسك بنفسك بقى، ابني نفسك بنفسك. حاول
يعني يكون عندك اراده وقوه وعزيمه انك تعمل حاجات كتيره جدا. خلي في امل انك هتنجز حاجه معينه فتنجزها، وان شاء الله ربنا هيعينك باذن الله. وبرضه عشان خاطر انا عايز برضه ما اطولش عليك، زي ما قلت لك كده باذن الله هنزلك من بكره اللي انت عايزه. عايز مثلا كورس كذا، عايز كورس كذا، كورس كذا، كله ان شاء الله موجود. بالتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.